اهلا وسهلا بحضراتكم في حلقه جديده من على قناه من قلب التاريخ. ان شاء الله النهارده هنتكلم عن موضوع من الموضوعات المتميزه جدا والشيقه جدا. هنتكلم ان شاء الله عن الامير الاحمر علي حسن سلامه. تخيل شاب وسيم انيق عايش حياه مليانه رفاهيه، لكن في نفس الوقت هو واحد من اخطر المطلوبين لدى جهاز الموساد الاسرائيلي. ده مش فيلم، ده حقيقي، وده كان علي حسن سلامه، او زي ما كان بيسموه الامير الاحمر، الراجل اللي جمع ما بين الذكاء والجرأة والغموض، واللي قدر يخلي اسرائيل تطارده سنين طويلة لحد ما قرروا ينهوا حياته بأخطر عملية اغتيال. بالنسبة للبداية والنشأة، اتولد سنة 1940 في قرية قولة الفلسطينية، وهو ابن القائد حسن سلامة اللي كان من أهم قيادات المقاومة الفلسطينية ضد العصابات الصهيونية. أبوه استشهد في حرب عام 1948، وده خلى علي من صغره شايف إن الصراع ده بعينه مش مجرد حكايات. بالنسبة لشبابه وحياته، هو سافر لأوروبا ودرس هناك واتأثر بالثقافة الغربية، وكان عنده شخصية كاريزمية. كان وسيم شيك لبق، بيعرف يتكلم لغات وبيعرف يدخل أي مجتمع، وده خلاه طبعا يقدر يتحرك بسهولة في أوروبا ولبنان، بعكس معظم القيادات اللي كانت بتتحرك في السر. بالنسبة لدخوله عالم المقاومة، هو انضم لحركة فتح، وبسرعة بقى من الدايرة المقربة جدا للزعيم الفلسطيني ياسر عرفات. وبعدين مسك جهاز مهم جدا، هو جهاز الأمن الخاص وجهاز العمليات الخاصة، وده معناه إنه بقى مسؤول عن حماية القيادات والتخطيط العمليات وإدارة تحركات سرية. أهم أدواره اتقال إن هو كان من المؤسسين لجهاز القوة السبعتاشر الفلسطينية، وهو جهاز حماية النخبة داخل منظمة التحرير الفلسطينية. كما كان له دور في بناء شبكة علاقات دولية خصوصا في أوروبا ولبنان، وكان بيعتمد على أسلوب مختلف، مش بس سلاح لكن معلومات وعلاقات ونفوذ. طبعا بالنسبة لعملية ميونخ عام 1972، هو ارتبط اسمه بالعملية ديت. العملية دي خلت العالم كله يتكلم عنه، وخلت إسرائيل تبدأ أخطر حملة اغتيالات في تاريخ. بالنسبة لي تفاصيل عملية ميونخ ديت، إن شاء الله أنا هتكلم عنها بالتفصيل دلوقتي. طبعا العملية ديت اتعملت في يوم 5 سبتمبر عام 1972، وأثناء دورة الألعاب الأولمبية في مدينة ميونخ في ألمانيا الغربية. العالم كله كان متجمع على الرياضة والسلام، لكن فجأة كل حاجة اتحولت لكابوس. فجأة تم اقتحام القرية الأولمبية من مجموعة من الأفراد التابعين لمنظمة أيلول الأسود، ودخلوا القرية الأولمبية متخفين في شكل رياضيين، وكانوا شايلين أسلحة كانوا مخبينها في شنطتهم، بنادق وقنابل وذخيرة، واقتحموا مقر الفريق الإسرائيلي. وطبعا النتيجة مقتل 2 من الرياضيين الإسرائيليين واحتجاز 9 رهائن. مطالبتهم ومطالبهم كانت الإفراج عن أسرى الفلسطينيين في إسرائيل، وكمان إطلاق سراح عناصر من منظمات تانية، وهددوا إن هم يقتلوا كل الرهاين لو الطلبات دي ما اتنفذتش. طبعا الحكومة الألمانية حاولت إنها تتفاوض، لكن ما كانش عندها خبرة كفاية في التفاوض والتعامل مع عمليات زي دي، وإسرائيل طبعا رفضت التفاوض. الألمان قرروا يعملوا كمين في مطار فورستنفيلد بروك، والخطة كانت إنهم يسيبوا المسلحين ينقلوا الرهاين هناك وبعدين يهاجموهم. لما وصلوا المطار حصل اشتباك عنيف جدا، وتم قتل ال9 رهائن الإسرائيليين، ومقتل 5 من المسلحين الفلسطينيين، ومقتل ضابط شرطة ألماني. طبعا العالم كله اتصدم من اللي حصل ده، وإسرائيل أعلنت بداية عملية انتقامية اسمها غضب الرب، وكلفت جهاز الموساد بمطاردة كل اللي كان له علاقة بالعملية، ومن هنا بدأ مطاردة شخصيات زي علي حسن سلام. طبعا بعد كده عملية للهامر دي كانت سنة 1973. طبعا الموساد وصل له خبر إن علي حسن سلامة موجود في النرويج في للهامر. فورا تم تجهيز فريق اغتيال كامل، والعملاء بدأوا يراقبوا شخص هناك، وكانوا مقتنعين ان هو ده الهدف، ولكن الحقيقة ان الشخص ده كان شبيه له، بس التنفيذ كان يوم 21 يوليو 1973. واثناء ما الشخص ده كان ماشي مع زوجته، قربوا منه واطلقوا عليه النار مباشرة قدامها. وصدمة اللي اتقتل ده ما كانش علي حسن سلامة، ده كان شاب مغربي بسيط اسمه احمد بوشيكي، وكان شغال جرسون في مطعم. طبعا بدء العملية، طبعا الشرطة النرويجية بدأت تحقق بسرعة، وقدرت توصل لبعض عملاء الموساد، والنتيجة القبض عليهم وعملت محاكمات علنية وكشفت تفاصيل العملية قدام العالم. اللي حصل كان صدمة كبيرة
طبعا دولة أوروبية آمنة يحصل فيها اغتيال وقتل شخص بريء وانكشاف شبكة تجسس كاملة، وده كان سبب في إحراج ضخم لإسرائيل. العملية دي كانت نقطة تحول كشفت أخطاء الموساد اللي خلت عملياته تحت ضغط وأجبرته إنه يغير أساليبه. بالنسبة لمنظمة أيلول الأسود، ده كان تنظيم سري تأسس بعد أحداث أيلول الأسود في الأردن عام 1970، وكان هدفه تنفيذ عمليات خارجية ضد إسرائيل. طبعا بالنسبة للرواية الإسرائيلية كانوا شايفين إن الأمير الأحمر علي حسن سلامة كان طرف في المنظمة دي، وإن هو من أهم قائد في المنظمة دي، وإن هو ممكن يكون العقل المدبر لعملية ميونخ. الرواية الفلسطينية بتقول إن مفيش دليل على كده، وإن هو كان قائد في حركة فتح بس، وكان شغال على الأمن والعمليات زي ما وطبعا محللين كتير من المؤرخين بيشوفوا إن أيلول الأسود دي كانت واجهة سرية لمنظمة فتح، وإن الأمير الأحمر كان له دور التنسيق والدعم، لكن ما كانش القائد الرسمي ليه. بالنسبة بقى لي طبعا احنا قلنا ان حصل جدل كبير جدا بعد العملية بتاعت ميونخ ديت. في ناس بتقول ان هو كان العقل المدبر، وناس بتقول ان هو كان مجرد حلقة اتصال، لكن بالنسبة لإسرائيل كان هدف لازم يتقتل. طبعا بالنسبة لحرب الظل، طبعا مطاردة الموساد بدأ يطارده في كل مكان، وأشهر عملية أو محاولة لاغتياله كانت عملية للهامر سنة 73. والمفاجأة الكبيرة، واحدة من أغرب الحاجات اللي في قصته، إن هو كان عنده قناة تواصل غير مباشرة مع وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية CIA، وكان بيلعب دور وسيط أحيانا، خصوصا في حماية المصالح الأمريكية في لبنان. يعني تخيل راجل مطلوب من إسرائيل وفي نفس الوقت بيتعامل مع الأمريكان، وده خلى شخصيته معقدة جدا. بالنسبة لحياته الشخصية، هو اتجوز مرتين. المرة الأولى كانت مش معروفة، والمرة التانية كانت جورجينا رزق ملكة جمال الكون سنة 1971، وكان بيعيش حياة متقفة، عربيات فخمة وحراسة وظهور إعلامي، وده خلاه ياخد لقب الأمير الأحمر. في روايات مختلفة ومش مؤكدة إن هو قبض على أمينة المفتي. قبض على أمينة المفتي. من هي كانت واحدة من أشهر الجواسيس اللي اشتغلوا مع إسرائيل، وأصلها عربي أردني، واشتغلت مع الموساد، وكانت ذكية جدا واتدربت كويس على التجسس، واستخدمت شغلها كممرضة علشان تدخل أماكن حساسة، وكانت مهمتها جمع المعلومات عن قيادة المقاومة الفلسطينية في لبنان، واختراق الدوائر القريبة من منظمة التحرير الفلسطينية، ونقل تحركات وأماكن قيادة مهمة، ومنهم ناس قريبة من علي حسن سلامة. في روايات بتقول إن أجهزة الأمن التابعة لمنظمة فتح بدأت تشك فيها بسبب تحركاتها، وطبعا علاقاتها الغير مفهومة، وتسريب معلومات حساسة بشكل مكرر. وبعد مراقبة طويلة تم القبض عليها. طبعا بالنسبة لدوخ علي حسن سلامة، في روايات بتقول إن هو بنفسه قبض عليها، وإن هو حقق معاها، والأهم إنها اعترفت خلال التحقيقات إنها كانت بتشتغل لصالح الموساد، وكشفت معلومات خطيرة عن شبكات تجسس. مصيرها مش معروف. في ناس بتقول إنها اتعدمت، وفي ناس بيقولوا إنها تم تبديلها، وفي ناس بيقولوا اختفت. والمؤكد إن قضيتها كانت ضربة قوية لشبكات التجسس ضد الفلسطينيين. اشتهر الأمير الأحمر إنه كان عارف كل الجواسيس اللي كانوا بيشتغلوا لصالح الموساد في أوروبا، وكان بيرسل لهم طرود متفجرة بمجرد فتحة تنفجر فيهم، وده خلاه أكتر واحد مطلوب من إسرائيل. هو كان الهدف رقم واحد، لأنه بعد عملية ميونخ إسرائيل قررت تصفية كل اللي كان لهم علاقة بالعملية دي. وسلام كان شخصية قيادية ذكية جدا صعب الوصول له، وعنصر أهم، وكان يعني هدف مهم ليهم. طبعا الموساد اشتغل على العملية من سنين، وبدأ ويركزوا على بيروت لأنه كان مستقر هناك، والخطة كانت معقدة جدا، وقاموا بتجنيد عميلة أوروبية اسمها إريكا تشامبرز، ومراقبة تحركاته اليومية وتحديد روتين موكبه. بالنسبة لتنفيذ الاغتيال، الموساد زرع بوة ناسفة ضخمة في عربية متروكة على الطريق. العربية كانت متقفلة كويس، وكانت محطوطة في مكان محسوب بدقة، ومتوصلة بجهاز تفجير عن بعد. بالنسبة للحظة الانفجار في 22 يناير 79، علي حسن سلامة كان راكب في موكبه في بيروت، وأول ما عدى من جنب العربية تم تفجيرها عن بعد. النتيجة تدمير العربية بالكامل ومقتله في الحال، وسقوط ضحايا تانيين حواليه.
تفاصيل مهمة بالنسبة للعملية. العملية طبعا احتاجت شهور مراقبة شارك فيها فريق كبير من العملاء، وكانت من أنجح عمليات الاغتيال للموساد، وتمت في قلب بيروت رغم الإجراءات الأمنية اللي هناك. ونجحت العملية ورغم قوته إن هو كان عنده أخطاء. طبعا تحركاته كانت شبه ثابتة، ظهوره العلني الكبير وثقته في الأمان اللي حواليه وعدم تغيير روتينه بشكل كافي، وده خلاه هدف سهل نسبيا بعد دراسة طويلة. بعد الاغتيال جنازته كانت ضخمة جدا، تحول لرمز، لكن طبعا غيابه كان ضربة قوية للأمن الفلسطيني. طبعا القصة دي بتكشف لكم حاجة مهمة جدا، ان الصراع ما كانش بسبب حرب بالسلاح، دي كانت حرب عقول واختراقات وجواسيس. مرة يتم كشف الجاسوسة من أخطار العملاء، ومرة يتم اغتيال أخطر قائد، وفي النهاية هي لعبة كبيرة محدش شايف كل تفاصيلها. قصة علي حسن سلامة بتقولك حاجة واحدة، إن الحروب مش دايما بتتخاض بالسلاح، أحيانا بتتخاض بالعقل والعلاقات والمعلومات. الرجل عايش بين عالمين، عالم النجومية وعالم الظل. إسرائيل فضلت تطارده سنين، ولما قتلته كانت في الفصل من أخطر فصول الصراع، لكن الحقيقة إن الأمير الأحمر مات بسبب اللعبة اللي كان جزء منها لسه مستمرة لحد النهاردة. وبكده تكون حلقة النهاردة انتهت. كان معكم محمد سالم. لو عجبتكم الحلقة ياريت تدوسوا لايك وتدوسوا على زر الاشتراك وتفعلوا الجرس عشان يوصلك كل جديد، ونتقابل في فيديو جديد. سلام.